النهارده هنعمل سبرينج رولز بالخضار. والسبرينج رولز أكلة من المطبخ الآسيوي، ولكن انتشرت في كل أنحاء العالم في السنين الأخيرة. أنا اسمي رندودة، ولو دي أول مرة تشوفوني يا ريت لو تشتركوا معايا في القناة، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير. نقدر نحشي سبرينج رول بأنواع خضار مختلفة ونقدر نعدل حسب مزاجنا، ولكن الكرنب من الخضروات الأساسية في السبرينج رول. نحتاج كوبايتين كرنب متقطع شرائح يعني جوليان، وعلى الكرنب ضفت كمان جزر وبصل اخضر وجنزبيل وكزبره خضراء. الجزر بشرته والجنزبيل كمان عملته بالمبشره الرفيعه، والبصل الاخضر قطعته شرايح. كمان نجهز 4 فصوص توم مفرومين، واللي يحب ممكن كمان يضيف مشروم. في طاسه تحمير كبيره او في وok هنحط معلقه كبيره زيت، ولما الزيت يسخن هضيف الجزء الابيض من البصل الاخضر لغايه لما يصفر، وبعد كده هضيف الثوم، ولما الثوم يصفر هضيف بقيه الخضار بقى اللي هو الجزر والكرنب والجنزبيل، وهقلب على النار كل شويه وهسيبه يستوي. والخضار بيستوي على النار هجهز بقى مكون تاني مهم في السبرينج رولز الصيني، وهو النودلز. والنودلز دي اللي بيسموها النودلز الزجاجيه او الجلاس نودلز. هننقعها في ميه دافيه لمده 7 ل 10 دقائق لغايه لما تطرى شويه كده. هنقطعها قطع تقريبا 2 سنتيمتر، ومش هنرمي الميه بتاعه النودلز. هنرجع بقى للخضار اللي على النار، هضيف عليه معلقه كبيره سكر ومعلقتين كبار صويا صوص. لو في اي وقت حسينا ان الخضار ناشف نضيف شويه ميه او شويه مرقه خضار. ممكن كمان نضيف من المية اللي احنا نقعنا فيها النودلز. إضافة نكهة ممكن نضيف نص مكعب خضار ندوبه في شوية مية، او لو في منه على شكل باودر. ولما نلاقي ان الخضار استوى خلاص نضيف بقى النودلز اللي احنا قطعناها. نقلب وندوق ونشوف لو التتبيلة محتاجة نضيف شوية ملح. في العادة انا بضيف ملح، ولكن دي حاجة ترجع لذوقنا الشخصي. كمان ممكن نضيف شوية فلفل. لما الخضار يكون استوى هنضيف الجزء الاخضر بتاع البصل الاخضر، وهنضيف عيدان الكزبره نكون مقطعينها رفيع، وهنستخدم كمان العيدان نفسها مش بس الورق. مجرد ان احنا لقينا الخضار استوى يبقى كده الحشوه بتاعتنا جاهزه. هنسيبها بقى تبرد شويه ونبتدي نجهز السبرينج رولز العجينه عشان نحشيها. طبعا عجينه السبرينج رولز بيجي منها مقاسات، هنختار المقاس اللي احنا حابينه. وهنجهز عجينه نقدر نستخدمها كصمغ نلزق بيه عجينه السبرينج رولز. دي عبارة عن معلقة أو معلقتين كورن فلاور، وعليهم شوية مية صغيرين هندوبها فيها لغاية لما تاخد قوام عجينة. هنجيب عجينة السبرينج رول وهنحطها بالورب، ونجيب معلقة كبيرة من الحشو ونحطها على الطرف ونلمها كده بإيدينا، وبعد كده نسحب العجينة من تحت ونغطي الحشو ونضغط عليها بحيث ان احنا نلم الخضار لجوه، ونبتدي نلف السبرينج رول بشويش، وبعد كده نتني الجنب ونتني الجنب التاني ونشد كويس ونقفل، ونبتدي نسحب السبرينج رول ونلفها. تقدروا تتابعوا الفيديو عشان تقدروا تعرفوا ازاي تلفوا السبرينج رول. لما نوصل للطرف هناخد شوية من الصمغ اللي احنا جهزناه بالكورن فلاور وندهنه بايدينا او بفرشة، ونقفل السبرينج رول ونضغط عليه شوية. بس السبرينج رول اللي انا استخدمته ده كبير، وبصراحة الاصغر هيكون افضل. ناخد بالنا ان العجينة تفضل متغطية سواء قبل ما نحشيها او بعد ما نحشيها عشان السبرينج رولز ما تنشفش. السبرينج رولز من الاصناف اللي نقدر نجهزها ونسيبها في الفريزر، ووقت ما نحب نستخدمها نحمرها تحمير في زيت غزير يعني ديب فراينج لما تاخد اللون الذهبي الجميل، ونقدمها مع سبرينج رول صوص. والحقيقه السبرينج رولز البيتي طلعت احلى بكتير قوي من الجاهزه، وجربوا تعملوها وان شاء الله تعجبكم. واشوفكم على خير في الوصفه الجايه ان شاء الله.